الله يا نهار ازرق بنفسك يا فنان، تعالى مدي ايدك ما تتكسفش، شغال على طبيعه ساكته. بص هخلص واجيلك وعلى ميعاد ده، ما تقلقش النهارده باذن الله. اهم قسم في كليه فنون جميله، جرافيك، فنون جميله. عارف كده لما يكون في ثلاث اختيارات، وفي يعني دايما لما بيكون في ثلاث اختيارات بيكون في كده واحد في النص، في تومية زيادة عليه طحينة، في حاجة مميزة كده. وفي حالة فنون عام لحسن الحظ القسم ده هو جرافيك. قسم الجرافيك هو أكبر أقسام شعبة فنون عام، لسبب ما الطلبة كلها بتتهافت على قسم جرافيك. بما إني أنا طالب في القسم ده فخليني أشرح لك اشمعنى بالتحديد قسم جرافيك بيبقى مميز. خلينا نكون واضحين إن قسم جرافيك زي ما قلنا هو أكبر قسم في شعبة فنون عام. نحت في الماكسيمم بتاعه بيقدر يوصل لبتاع 20 ولا 25 طالب، وتصوير بيوصل لبتاع 100 بالعافية. قسم جرافيك بيوصل ل 250 طالب، وده شيء مبهر. عدد طلبة قسم جرافيك تقريبا تلتين الدفعة، وده عدد ضخم بالمناسبة. قسم جرافيك زمان ما كانش بيتحمل العدد ده، ولكن زيادة الإقبال عليه خلت الكلية حتى تستوعب أعداد أكبر من الطلبة داخلة من ساعة ما تدخل الكلية وهي عارفة إن هي ناوية على قسم جرافيك. اللي فرق معايا في القسم ان خلاني اكتر ابص في اللي حواليا، كل حاجه اشوف منها ريفرنس تفيدني في مشروعات بعد كده. مش مجبر ابدا ان انت تستخدم ستايل معين تشتغل بيه، لا بيبقى ليك الحريه ان انت تحط لمستك بالستايل بتاعك. تصميمات القسم اللي انا فيه هو شغل قديم مانيوال شويه، الطباعه القديمه على خشب بقى، فيليب زنك اللي هي المطبعه والمكبسه القديمه دي، لسه ما جربتهاش يعني بس نفسي. تصميمات بيركز على كل ما هو مرسوم، يعني بيقوي ايدك قوي في الرسم نفسه، عشان ميشو مثلا في انيميشن ايده ضعيفه. فن كتاب وانيميشن، انيميشن بيحركوا الله الحمام. يعني انيميشن كل حاجتهم تحريك وهم فيهم، هم بيرسموا شخصيات اكتر، يعني في عندهم شخصيات اكتر، لاندسكيب، حاجات دي احنا ما عندناش كده. احنا في تايبوجرافي، في ان مش عارف نحول شكل حيوان نختصره يعني اللوجو. عندنا شخصيات بس هي تقريبا في ماده واحده غالبا ومش هتتكرر تاني، بس ومش بنحركها. فهم عندهم شخصيات بتوسع اكتر وتحريك بتوسع اكتر، وهم عندهم بقى الحاجات دي اكتر. والقسم هنا احلى حاجه ان هو عدد اقل، عشان زي ما قلت لكم مش الشغل الكوميرشال او الشغل، ففي ناس تانية بتخش حاجات تانية عشان الفلوس زي ميشو. ما ينفع نشيلش حته ميشو دي عشان بجد بس. شعبة انيميشن زي ما انا قلت فيها اصناف كتير، فيها ناس كتير بتخش الاغراض مختلفه، فبالتالي الشعبة بتلم عدد كبير، فممكن تلاقي معاك في الدفعه اكتر من 150 واحد، في مقابل شعبات تانية زي تصميمات ممكن تلاقي فيها 18 19 بالكتير قوي. الدكاتره اقل ان هم يهتموا بيك لان في عدد كبير طبعا، فمش هيقدروا يهتموا بكل ده، على العكس زي ما قلنا تصميمات. انا حاسس ان انا بطبل التصميمات، فاقطع الحته دي. زحمه، فانت مضطر ان انت تتقسم جروبات، فانت ممكن تقع مع دكتور غير دكتور، فتلاقي للاسف ده بيحصل، بتلاقي المنهج غير المنهج، الدكتور ده بيدي حاجات والدكتور ده بيدي حاجات، فما بتبقوش متساويين في المنهج، ما بتبقوش متساويين في العلم. الشعب في قسم جرافيك بسيطة جدا، وهم 3 شعب أساسية. عندك شعبة فن كتاب المتخصصة في إنها تعمل الأغلفة والكتب والتصميمات والحاجات البصرية والإعلانات اللي بتشوفها. وعلى الناحية التانية عندك شعبة أنيميشن المختصة في إنها تعمل الأفلام المتحركة والرسوم، وزي ما تقول ما نقدرش نحصرها في الفيديو، ولكن إلى حد ما لو أنت سكتك فيديو فهتلاقي نفسك ماشي إلى حد ما في أنيميشن. وعندنا الشعبة الثالثة وهي تصميمات والمختصة بالحفر والطباعة إلى حد ما. عدد الطلبة بقى بيكون أقل إلى حد ما، لأن مش زي باقي اقسام جرافيك، اقل بكتير في الشغل الديجيتال واكتر في المانيوال، ومايل اكتر لزمن القسم ذات نفسه القديم. اقدر اقول بصدر رحب ان قسم جرافيك هو ازحم قسم في الكليه، وده لاسباب منطقيه كتير، وافترض ان احنا خدنا في شرحها في الحلقه النهارده. اللي فرق معايا برضو ان انا باخد من كل حاجه حواليا ريفرنس تفيدني في مشاريع بعد كده، او تفيدني في حاجات هعملها يعني. فدي الحاجه اللي فرقت معايا في القسم. هو المساحه الابداعيه في القسم حلوه جدا بصراحه، يعني في حاجات فيها كرياتيف، حاجات مش الباقي كله تقليدي. ممكن الدرجات عشان الترم الاول كانت درجاتي كويسه، واكتر حاجه مش عجباني في القسم هو اللي انا قلته في الاول، ان هو انا كل حاجه مانوال. يعني الموضوع بجد احنا خلاص احنا في زمن الاي اي بقى تقريبا بيحل مكان انسان، فمتهيألي محتاجين نتطور شويه ونخلي الديجيتال هو اساس القسم،
والمانوال يبقى على جنب، نعمل سكتشات للحاجه اللي هننفذها ديجيتال، مش نعمل الديجيتال ده حاجه اضافيه يعني. بس برضه دلوقتي انت ما بتروحش بعد ما تتخرج تشتغل في شركه هيقولوا لك اعمل اللوجو جواش، او هتعمل مثلا الفيجوال ايدنتيتي ترسمها لي سكتشات. لا، هو انت بترسم الاول سكتشات، بعد كده انت بتفاينل الشغل ديجيتالي، وبعد كده بتسلمه كشغل نهائي اللي هو يظهر للنور بعد كده، بحيث ان انت تطلع منه مقاسات كتير، تطلع منه كامبين تانية، تشتغل حاجات كتير قوي. فبالنسبه ان انت بتشتغل لده ان انت تشتغل حاجات مانوال، فانا بحس ده مش هيساعدك في قدام. ان انت اهم حاجه عندك في الوقت اللي انت بتاع الكليه ده انك تتعلم ديجيتال، لان السوق بقى مليان ناس كتير قوي في الديجيتال. تحافظ على نفسك، تقدم فيه، يا اما هتبقى متاخر شويه في الحته دي. قسم انيميشن اكتر حاجه ممكن تعجبك فيه او اكتر حاجه ممكن تميل ليها هي احساس الطفوله. هو قسم انيميشن غالبا اللي بيخشوا يعني في فئه بتكون خيالها واسع، وكمان بتكون مياله اكتر لايام الطفوله، فمتاثره اكتر بايام الطفوله وبالكرتونات اللي كانوا بالكرتونز اللي كانوا بيتفرجوا عليها. فالموضوع كمل معاهم وحابين ان هم يكملوا في المجال ويخشوا فيه باستفاضه. ازاي الناس دي كانوا بيعملوا كرتون، وليه انا ما اعملش زيهم، وليه ما ورثش الحاجه دي للاطفال عشان يحبوها زي ما انا حبيتها. من عيوب قسم انيميشن انك طول الوقت قاعد قدام الجهاز، فبالتالي ظهرك بيوجعك، نظرك بيوجعك، شعرك بيقع. للاسف زي ما مواردي بيقول لي اعمل كده مفيش احتكاك، يقول لي مفيش احتكاك، وهو فعلا الحقيقه مفيش احتكاك. احنا بنقابلهم فين وفين، يعني يوم لما ربنا بيكرمنا كده ونعدي بالصدفه قدام الكليه بنخش نشوف مين فيها، يعني بالصدفه هتقابل صحابك. يا نهار ازرق، حبيبي عامل ايه؟ لو انت داخل انيميشن وانت من لا مؤاخذه الفئه القحط، اعمل حسابك في 35,000 40,000، لانك هتحتاج قبل التعويم. دلوقتي كام؟ 50 60. خلاص ما تخشش انيميشن. انا اسمع واحد صاحبنا دخل انيميشن عشان امه وابوه يجيبوا له اللابتوب، بعدين حول تصميمات. اقول اسمك يا مواردي. جرافيك الى حد ما يعتبر الحل الامن للطلبه اللي مش عارفه هي بالظبط عايزه ايه، عايز ينبسط. يعني حد داخل شبه حالاتي مثلا عايز يستمتع بسنين الكليه، فبيدخل مع اصحابه، لا اصحابه كلهم دخلوا جرافيك فقام دخل جرافيك معاه. بنشوف ده فعلا في اوائل ايام سنه اولى بالنسبه للدفعه اللي داخلاها. كتير منهم بيكون عايز يحول، اللي هو مش ما لقيتش نفسي في جرافيك. انا دخلت جرافيك لان الجرافيك هو الخيار الامن، بس مع الوقت بتلاقي الناس كتير بتبدا تلاقي نفسها في اماكن معينه تانية بعيده عن جرافيك، والجريئين منهم هم اللي بيقدروا يحولوا. كتير بيقول ان خلاص انا دخلت وهكمل في اللي انا فيه وخلاص. قبل ما ادخل الكليه، مش قبل ما ادخل الكليه، قبل ما ادخل القسم اللي هو الثلاث شهور الاجازه دول، قعدت بقى قدام اللابتوب كتير اعلم نفسي بقى فوتوشوب والستريتور وكده، فحسيت ان انا خدت على الديجيتال اكتر مش على الورق. فلما دخلت هم رجعوني تاني للورق، فانا حابب الديجيتال. فانيميشن بقى هو اللي لقيت في الحته دي، لقيتهم كل حاجاتهم يعتبر ديجيتال او الجزء الاكبر عندهم ديجيتال، فانا حسيت ان انا يجي مني في الحوار ده، وانا بحب الديجيتال، فانيميشن هم بقى عندهم ديجيتال اكتر، فهو ده الدافع اللي خلاني عايز احول. هو من اصعب الاقسام او الشعبات. مش هتلاقي رفاهيه انك تخرج، مش هتلاقي رفاهيه انك تستمتع بحياتك في وقت الدراسه، على عكس اقسام تانية او شعبات تانية بيقدروا يخرجوا، بيقدروا يتفسحوا، بيقدروا يعملوا كل حاجات، بس في المقابل انك بتجتهد فبتوصل لحاجه. اوكي طبعا كل اللي هيصوروا زي ميشو هيقول لك بلاش، بس لا، لو عايز تخش جرافيك عامه اعرف ان انت هتوهب حياتك لهذا الشيء. لو فعلا عايز يعني تعدي كل ترم صافي، لازم تبقى فاهم ان انت هتوهب نفسك لده، تبقى متاكد ان انت مستعد لده، عشان ما تبقاش انك مش قادر ومش ملاحق. عامه الكليات العمليه كلها كده، فما تركزش مع الدرجات، خليك مع شغلك بس. تتاكد ان انت اهم حاجه ان انت حاسس ان شغلك بيعلى او انت مستفاد بحاجه، ما تاخدهاش ان انت بعديها واخلص. ساعات في مشاريع بنعملها كده، بس طالما انت حاببها زق الدنيا يعني. وعشان تتفادى ده انا عملت السلسله بتاعت فيديوهات الاقسام دي عشان اساعدك تحدد انت عايز ايه، وتسمع ناس جوه بالفعل هتقول لك هي شافت ايه ومرت بايه، وعلى الاساس ده تقدر تحدد وبدقه انت عايز تدخل ايه. معظم الناس اللي بشوفهم بيقدموا في سوق العمل من خريجين فنون جميله بيبقى اسمهم ان انا خبره 10 سنين، بيقيس الخبره او خبره 7 سنين، ان هو بيقيس اللي هو ال5 سنين بتوع الكليه بيحسبهم من ضمن خبرته، وهو في الاخر بيبقى صفصف خبرته كلها على سنتين. ليه؟ لان هو مش بيتعود او مش بيجهز نفسه كشغل ديجيتال ان هو سوق العمل. هو بيشتغل قدر ال4 سنين او ال5 سنين بتوع الكليه في الحبر والجواش،
ما خدش مساحته ان هو ياخد الشغل بتاع سوق العمل. الكليه على فكره بتدينا الفرصه ان انت بعد كده بيبقى في شغل اللي انت بتعمله اضافي ديجيتال، بس اللي انا بشوفه ان انت كجزء اساسي لازم تتعلم بره الكليه. يعني الكليه كده كده بتديك الشكل الاكاديمي وتديك الاساسيات بتاعه التصميم، بس انت لازم تجتهد لوحدك، ان الدنيا دي مش هتديك كل حاجه والكليه مش هتديك كل حاجه، في جزء كبير قوي عليك انت. فانت لازم وانت في الكليه تستغل ال4 سنين دول تعمل بورتفوليو كويس، بحيث ان انت تتخرج الشهاده هتديك ميزه شويه عن اللي معهوش الشهاده بتاعت فنون جميله. ان انت مثلا واحد بقاله 5 سنين خبره فعلا وشغل، مش خريج ان هو خبرته ان هو 5 سنين في فنون جميله طالب، وواحد تاني خبرته ان هو 5 سنين شغل. فانت الاثنين بالنسبه لكم لو اتحطيتوا في نفس المقارنه، اللي 5 سنين شغل غير اللي 5 سنين بيشتغل بالجواش والحبر، فانت لما بتخلص الكليه فانت بيبقى محطوط عليك ان انت لازم تلاقي شغل بكره. فانا نصيحتي ليك ان انت وانت طالب او ال4 سنين بتوع التخصص دول، حاول تدرس الموضوع اكتر بره لوحدك، تشوف كورسات، تتعلم ذاتي. المهم ان انت بعد ما تخلص الكليه دي ما تحسش ان انت بتعيد من الاول كفاحك او رحلتك من الاول. في ناس بتدخل قسم جرافيك تحت بند ان هحقق ثروه سريعه من خلال ان انا ادخل القسم. اكون واضح معاك في نقطه ان مش بالضروره ده، هي الفكره انت مستعد تشتغل على ايه. لو انت داخل القسم ومعتمد ان انت هتتعلم كل شيء من القسم، للاسف القسم مش هيديك ده. هو هيبقى مكان مناسب قوي ان انت تستعرض فيه شغلك وتاخد اراء الاساتذه الكبار، لكن ما تتوقعش ان انت هتتعلم هنا. انت جاي هنا عشان تطبق، توريني انت اتعلمت ايه في اطار عملي. فده نقطه لازم تاخدها كويس في عين الاعتبار وانت شغال. يعني انت لو مستني فلوس من جرافيك فانت مش هتعمل فلوس من جرافيك كقسم، اما كشغل هتعمل فلوس وهتعمل فلوس كويسه، بس انت وشطارتك. يعني انت لما انا مثلا ما بقول لحد ان انا طالب في فنون جميله قسم جرافيك، هم الناس ما يعرفوش قسم جرافيك بيدونا ايه، فبالنسبه له ان انت دارس الدنيا وتنين وبتطلع نار من بقك وكل حاجه وبتشتغل ديجيتال ليل نهار وبتشتغل ديجيتال 24 ساعه، بس احنا فعلا ما بنتعلمش ديجيتال او ما بنتعلمش كشغل ان انت هتحطه في البورتفوليو بعد كده. في ناس اللي هم بيعملوا شغل مانيوال بيرفكت ودول اللي بيحطوه في البورتفوليو، ان هو اللي بيعمل شغل مانيوال بيرفكت اللي هو عنده حته الرسم عاليه قوي، ما انت ما بتقدرش تفرق اصلا الشغل ده مانيوال ولا شغل ديجيتال. فلما بيجي يشتغل ديجيتال كرسم او الستريشن بيبقى شاطر ان هو كده اوريدي كده ان هو شاطر اصلا في الرسم. فانت لما بتيجي حته ان انت بتديزاين بقى تخش مجال الديزاين ان هو فيه اسس تصميم، انت هتاخدها بشكل اكاديمي بس مش هتطبقها على حاجات. في مواد بيبقى عندنا زي مثلا ماده تصميم اعلان بيدوك اسس التصميم بتاعه الاعلان نفسه، بس انت بتطبقها بشكل اساسي لحد دلوقتي لا. ناس كتير مش عارف ليه بتقول ان هي لما بتدخل قسم جرافيك ما بيلاقوش متسع من الوقت ان هم يعملوا جنب القسم اي شيء تاني. من وجهه نظري كطالب في فن كتاب ما عنديش علم قوي بانيميشن، ولكن من منظوري اقدر اشوف ان انيميشن ما بينطبقش عليهم الكلام ده. منظوري في فن كتاب انا شايف ان انا عندي متسع كبير من الوقت، بدليل ان انا بعمل لكم السلسله دي. وبالمناسبه انا طالب مغترب، انا بروح من جامعه حلوان للزمالك، لو اي حد في القاهره اكيد عارف المشوار ده عامل ازاي. ان انت تلاقي وقت في فن كتاب ما اظنش ان هو امر صعب، بالعكس هي دي تعتبر ميزه الى حد كبير، لان انت بيبقى عندك مساحه ان انت تعمل حاجه تانية، سواء هتطور من نفسك في المجال وده هيبقى اوبشن فوق العظيم، او ان انت تتعلم حاجه تانية وبرده اوبشن ما يقلش في العظمه. ولكن فكره ان انت تعرف تستثمر وقتك صح. انت داخل القسم هتستمتع جدا بالدراسه فيه، ودي حاجه لازم اكون واضح جدا معاك فيها. ان ما استمتعتش في فنون جميله فانت خسرت كل حاجه، لان فعلا فنون جميله متعه. المتابعه مع الاساتذه متعه، الشغل في المشاريع متعه. انا يمكن مش اشطر حد بيعمل مشاريع، لكن الاكيد ان انا اكتر حد بيستمتع بيهم. بستمتع بعمل المشروع، بستمتع بالمتابعه على المشروع، بنبسط لما اجي اشوف صحابي ولما اخد درجه كويسه او حتى درجه مش ولا بد. المهم ان انا انبسطت، عملت حاجه شكلها حلو، عملت حاجه بسطتني. كتير قوي هتلاقيه بيقول لك المعلومه دي وانا هاكد عليهم، ما تحطش الدرجه في عين الاعتبار، انت جاي تتعلم. وبالنسبه لي انا جاي انبسط، فان ما انبسطتش فعلا فده اللي يضايقني، مش ان انا جبت درجه سيئه. وللعلم يعني مش بقول لك ده عشان انا سقيت ولا حاجه، تقدير جيد جدا. الدراسه في الفنون الجميله فيها شيء خاص من المتعه، يبقى فقير جدا اللي يضيعه. نرجع بقى تاني لنقطه الوقت هو الميزه الاساسيه من وجهه نظري في فن الكتاب، بعيدا عن حبي الشخصي للشعبه وان انا فعلا لقيت نفسي فيها. يعني كتير من المشاريع اللي ممكن اعرضها لكم دلوقتي انا احيانا بيطلب مني مشروع واحد اعمل بداله 2 و3، الفكره مجرد ان انا حابب ان انا اعمل ده او لقيت نفسي فيه. وده انا اكتشفته وانا بصراحه كنت داخل عشان ابقى مع اصحابي. وغير طبعا التعامل الجميل بتاع الاساتذه والطلبه، لان اللي بيميز فنون زي المكان والدراسه الناس، المجتمع بتاع فنون فعلا مميز. هو انا كنت داخل ودماغي جرافيك حاجه تانية، واللي دخلت لقيته حاجه تانية خالص، يعني خالص. كنت داخل في دماغي الديزاينات اللي بشوفها في البيلبورد اللي على الطريق بقى، والحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا واللوجوز وكل الحاجات دي. دخلت ما لقيتش الحاجات دي خالص، يعني لقيت جواش ووتر كولر وحاجات عادي جدا.
فاللي كان في دماغي حاجه واللي دخلت لقيته حاجه تانية. فانت لو في دماغك ان الجرافيك اللي هتلاقيه هنا اللي هو الديزاينات واللوجوز وكده، لا اللي انت تدخل مش في جزء لوجو بس هتعمله مانوال برضه. ففي جزء كبير قوي مانوال، مش جزء كبير، هو جزء كله مانوال. مش هتلاقيه شبه السوق قوي، مفيش ديجيتال كتير زي ما انت فاكر يعني. فالموضوع ممكن يبقى تقيل شويه عشان يعني في حاجات يعني مش قصدي حاجه بس بنتفضح يعني. في حاجات شغل اتفضح مثلا ان ايدي مش ظابطه في دي، يعني ما فيهاش تجميل او حاجه، هيبان فعلا. عشان يعني الموضوع في شغل كمان بيطلب انك بيجرد في كل واحد بيبان نقطه ضعف قوي فبيتفضح، فلازم تبقى انت متقبل الحته دي عشان تشتغل عليها. الخامات اللي بنشتغل بيها جواش، حبر، حفر على خشب، حفر لاينو. في حاجات جديده لسه ما اكتشفتهاش، بس يعني رصاص وحبر وجواش، وهيبقى فيه الوان ميه. يعني الموضوع مش مقفول في حبر بس، يعني في الوان كده عشان في برضه فكره اللي هم واخدينها ان هو جرافيك ابيض واسود ابيض، يعني لا. اهتم بالعلاقات، العلاقات في كليتنا مهمه جدا، مهمه فوق ما انت ممكن تتخيل. اهتم بالاستمتاع، استمتع بالشغل. لو شغل انت مش حاسس بيه غالبا مش هتطلع فيه احسن حاجه. استمتع بصحبتك، استمتع بكل سنه. هو اي نعم استمتع باعدادي قوي، لان اعدادي هيبقى عندك فيها متسع كبير من الوقت، وهنبقى نناقش دوت في حلقه اعدادي. لو لسه ما نزلتش بعد ما الحلقه دي تنزل فانتظروها. انا كشخص مغترب ضحيت كتير قصاد ان انا ابقى في الكليه هنا، فشايف ان هي 100% تستحقها. اي حد سنحت له الفرصه ان هو يدخل فنون جميله ما تاثرش فيها، دي فرصه للعمر. لو ناويين تدخلوا قسم جرافيك فانصحكم ان انتوا ما تستكفوش بس بالكليه في الحاجات اللي عاجباكم تتعلموها، وتكون افكاركم مميزه مرتبطه بيكم علشان ما يبقاش مجرد مشروع عادي تشتغلوا عليه. خلوا افكاركم دايما مش عاديه، حتى لو الفكره اللي انتوا كلكم شغالين عليها تقليديه، خليك انت دايما مبدع في الشغل اللي هتعمله علشان يطلع حاجه مميزه. ان كان في نصيحه ممكن اختم بيها، تحصرش بصرك على اعتبار ان انا لو دخلت ادرس حاجه مش هيبقى عندي مساحه ان انا ادرس شيء تاني معاها. اعمل في حسابك ان الكليه بتديك متسع محترم من الوقت اللي انت تعمل فيه الشيء التاني اللي انت عايزه، وحتى لما اتعلمتوش في خلال سنين الكليه هيبقى عندك مساحه ان انت تتعلمه بره. نفترض ان حد كان عايز يبقى جرافيك ديزاينر وما توفقش مثلا ودخل تصوير ولا حاجه، في الاف الكورسات اللي بتسمح لك ان انت تتعلم البرامج ديت، ومع حسك الفني اللي انت اكتسبته من الدراسه في الكليه هتقدر تعبر عن فنك ده بطريقه استثنائيه. لو حطيت النقطه دي في الاعتبار هتلاقي ان تقريبا ما فيش اي حاجه بتحدك عن اي شيء، وانت قادر تعمل اي حاجه، والحد الوحيد لخيالك هو نفسك. واللي بنصحك بيه اكتر ان انت تستمتع باللي انت هتدرسه. يفكر مره واثنين وثلاثه ويعرف زي ما انا قلت ان الجرافيك اللي هو داخله كفن كتاب، انا مش بتكلم عن الاقسام الثانيه، كفن كتاب الجرافيك اللي في دماغه مش الجرافيك اللي هيخش يلاقيه. ويتكلم مع كذا حد من الثلاث شعب. لو في دماغه جرافيك يتكلم مع حد اكبر منه في تصميمات، وحد اكبر منه في انيميشن، وحد اكبر منه في فن كتاب. يتكلم ويعرف ايه المميزات وايه العيوب ويشوف مشاريعهم. لو عنده الرفاهيه او عنده مش رفاهيه، لو عنده وقت ويحاول يحضر محاضره مثلا في كل قسم من دول ويشوف هو دماغه جايباه لايه. شوف الفيديوهات وما تنساش السبسكرايب واللايك والشير. حاول تشتغل اكتر على الحاجات الديجيتال لو انت ميال اكتر اللي هي فن كتاب او انيميشن، ولو انت ميال اكتر للمانيوال ممكن تضم اخونا مواردي. لمؤاخذه هتحط عليه لان هو ما جاش، فاهم؟ اشتغل على المشاريع من دلوقتي، اشتغل على المشاريع من دلوقتي لان مفيش وقت لان انت بتاخد مشروع تاني يوم تسليمه تقريبا. الايام يعني هو مش تاني يوم تسليمه بس هي الايام بتجري، وانت المشروع بيبقى بياخد معاك ايام، مع انك بتطلع برودكت مثلا فيديو 30 ثانيه ده كتير، انت بتطلع 10 ثواني ممكن تاخد فيه اكتر من اسبوعين. انت عندك 3 حاجات وبيبتدوا بحرف ت تغذيه بصريه، وت تعلم، وت تطبيق. اول حاجه التغذيه البصريه، انت التغذيه البصريه موجوده حواليك في الطبيعه وموجوده حواليك من على بنترست او بيهانس، مواقع البورتفوليو بتاعت المصممين عامه. فانت اي حاجه بتشوفها بتستخلصها من الطبيعه. مثلا انت شفت ديزاين لمنتج معين فانت هتبتدي تحلل المنتج ده، الديزاينر اللي قبلي كان بيشتغل على المنتج ده كان بيفكر ازاي، وتمسك الديزاين ده تدخله مثلا على فوتوشوب او الستريتور، تحاول تقلد او تشوف مثلا العناصر اللي المصمم عملها بحيث انه يوصل للتصميم ده بشكل نهائي، اللي هو ده هو عامل هنا كيرف مثلا، او ممكن يكون استخدم البين تول مثلا، ممكن يكون استخدم شيبز وبعد كده استلخص الشيب منهم، ممكن يكون استلهم الشكل ده اصلا من الطبيعه، ممكن يكون ده شكل فراغ وهو استخدمه مثلا. فده كده بالنسبه للتغذيه البصريه. تطبيق، انت بتشوف الحاجات اللي قدامك وبتحاول تطبقها، بتقعد تطبق كتير حتى لو هتقلد في البدايه. التقليد مش عيب، انت بتقلد في البدايه بس ما بتعرضوش تقول ده شغلي، انت بتقلد في البدايه لحد ما توصل ان انت خلاص اللي انت ابتديت تبدع وتطلع افكارك انت، فساعتها هتكون نقول عليك ديزاينر. احنا قلنا تغذيه وتطبيق
وتعلم. ان التعلم ما بيخلص. هتقول ان انا اتعلمت كل حاجه، لا انت ما اتعلمتش كل حاجه. التعلم ده شيء مستمر. انا بتعلم النهارده وانت هتتعلم بكره وانا هتعلم بكره، كلنا بنتعلم. كل يوم انت في المجال ده هتتعلم حاجه جديده، لان المجال ده مش ثابت، كل يوم بيطلع حاجه جديده، سواء اي سواء ستايل جديد، سواء ترند في الديزاين. فانت مهتم ان انت كل يوم تكيب اللي انت موجود في الحدث او موجود في الترند نفسه، تعرف ايه ترندات التصميم، ايه الستايلات اللي موجوده دلوقتي، فتحاول ان انت تواكب الدنيا، لان الديزاينر كل ما بيقدم كل ما بيضعف عليه الزمن يعني. في مصطلح اسمه ستريتش. بقول لك ايه، ما تفكك من الكلام ده. العيال تخش وتتصدم ما احسن ما انا اقول. فكك يا عم الكلام ده. ما انساش اذكر المهندسين اللي طلعوا معايا في الحلقه. وفي الختام لو عايز تعرف اكتر اعمل اشتراك، ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشارك الحلقه عشان الاستفاده توصل لاكبر عدد من الناس. وفي الختام انا عبد الرحمن يسري، واهلا بيكم في يسري الوثائقيه.